كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال، ودايما بيوتكم مليانة بالخير وعمرانة بالهنا والسعادة يا رب. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل كده كل اسرار منتجات الالبان من 5 كيلو حليب. هنعمل كل حاجة وهنملى بيتنا بالخير. وكمان الفيديو مليان اسرار، بس لازم ايه، تعملي لايك الاول للفيديو. لو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس، واعملي شير كتير للفيديو ده علشان في كل منتجات الالبان واسرار الفلاحين ومصانع الالبان، منتجات الالبان يعني. وهنقول كل حاجه وازاي تطلعي اكبر كميه من القشطه من الحليب. اول سر معانا واول حاجه انك انت لما تيجي تجيبي الحليب لازم طبعا يكون المكان مضمون، ويكون ما حطيتهوش في التلاجة، يعني يكون الحليب كده لسه جاي. وكمان هقولك على سر، لما تروحي تشتري الحليب اعرفي من اللبان اللي انت بتجيبي منه الحليب ميعاد اللبن بيجيله امتى، مثلا من المزرعه اللي هو بيجيب منها. ده اضمن طريقه تاخدي بيها الحليب يكون حلو، لان ساعات بيكون التلاجة اللي بيحط فيها الحليب وبيجي يوزلك منها، بيكون المضرب اللي هو الكف اللي بيقلب اللبن بيكون بايظ. فبيبقى اللي بياخد في الاول، اللي بيشتري الحليب في الاول، بيكون اللبن معاه ايه، بيكون على وشه كله القشطه. فانت اضمن وقت. وهو اللي قال لي كده، اللبان هو اللي قال لي كده، عايزه تاخدي حليب حلو ومضمون اكتر حاجه تيجي تاخديه وقت ما يكون الحليب لسه جاي لي من المزرعه، يعني ما يعديش عليه ساعه. فده سر، هو بصراحه هو اللي قال لي عليه، ربنا يبارك له. اول حاجه معانا بتجيبي كده الكيس معاكي وبتشدي البوز بتاعه كده تمطيه، بحيث انك انت ايه تعمليه، يعني اعزكم الله كده زي الضره بتاعه البقره او الجاموسه. هنا بقى معايا الطاجن ده، انا كنت حطيته في الفرن، سخنت الفرن وحطيته 5 دقايق، مش اكتر من 5 دقايق، يا دوب يدفى كده. هبتدي بقى ايه، اقطع البوز بتاع الكيس اللي انا مطيته ده، وهعمل منه خرم صغير كده، يا اما بالشوكه يا اما بسنانك كده، او ببوز السكينه. ما تقصيش بالمقص، مش هيجي معاكي خرم كبير. عشان ما يجيش معاكي خرم كبير، انا عايزاه خرم صغير زي ده كده، اكن بالظبط انت بتحلبي البقره او بتحلبي الجاموسه. هو ده سر الفلاحين، وازاي الواحده الشاطره وهي بتحلب اللبن بتاعها يطلع وش حلو، يبقى الوش تخين عليه كده ويجيب كميه قشطه كبيره. بتعملي ايه بقى؟ بتنزلي بيه سرسوب كده، وبترفعي ايدك على اخرها، بحيث ان تعملي الرغاوي دي. كل كمية الرغاوي ما تكون كتيرة، كل ما اللبن القشطة بعد كده تلاقيها دسمة، وتلاقي تطلعي اكبر كمية من القشطة، وتكون وشها تخين كده. الواحدة الشاطرة في الفلاحين بتتعرف من وهي في حلابة البقر والجاموس من كده، ان اللبن بتاعها يبقى يعمل وش قشطة كتير. شايفين الرغاوي دي؟ كل الرغاوي دي هي دي عبارة عن القشطة اللي هتبقى معانا، اللي هتطلع بعد كده بعد ما نرقد اللبن، وبعد اللبن ما يروب. يعني ايه؟ شايفين كمان انتوا حاسين ان هي اصلا بقى وشها اكنك حاطه طبقه كريمه كده من غير ما يترقد لسه ولا اي حاجه. وهدخله الفرن، هبقى مسخنه الفرن لمده 5 دقايق على 180 كده، واطفي، يعني تطفي الفرن تحطي فيها، بس ما تغطوهوش. اهم حاجه ما تغطوهوش، يا اما على ظهر التلاجة يا اما على ظهر دولاب المطبخ. المهم انا هنا بس مغطيه على ما اسخن الفرن، انما هو ما تغطوهوش. واهم حاجه الفرن ما يكونش فيه ريحه، ريحه مثلا تكوني شاويه سمك وتدخلي اللبن فيه، لا هيلقط. او المطبخ تكوني قاليه سمك وتقلي سمك وانت مرقده اللبن، لو حطاه على ظهر التلاجة ولا حاجه برضه هيلقط. اهم حاجه المكان ما يكونش فيه اي حاجه، بحيث ان اللبن ايه، طعمه يلقط من اي حاجه، عشان ريحته ما تزنخش ويبقى فيه طعم كده. تاني حاجة معايا هنا ال3 كيلو لبن التانيين، فرغتهم. انا بقول لكم جبت 5، 2 رقدتهم في الطاجن، وال3 كيلو لبن دول هغليهم، وبعد ما اغليهم ويبردوا هدخلهم التلاجة لمدة يومين. لازم يقعدوا يومين مش اقل من كده على ما اللبن التاني يروب. طيب اللبن ده رب معايا في مدة قد ايه؟ ده بالظبط يومين ونص. على فكرة ممكن ياخد معاكي 3 ايام لو المكان عندك دافي، المكان ساقع قوي، على حسب المكان اللي هترقدي فيه اللبن. هو بياخد من يومين ل3 ايام. بس انا قعدته يومين، يعني قصدي قعد يوم ونص بره التلاجة، وادخلته يوم جوه التلاجة. ليه؟ لان علشان طعمه ما يغيرش وريحته ما تغيرش، وكمان ايه، يطلع معاكي وش اللبن بالشكل ده كده.
والطبقه تبقى تخينه. يعني لازم حتى لو مش هتحطيه في التلاجة، يعني ممكن ما تحطوش في التلاجة عادي، تسيبيه يومين وما تحطوش في التلاجة، بس لازم انت تدخليه ساعتين التلاجة قبل ما تشيل القشطه. ليه؟ عشان تتشال معاكي بكل سهوله كده، وتبقى ماسكه نفسها وما تبقاش طريه. عامه احنا في الشتاء ما بيبقاش القشطه طريه، عكس بتاعه الصيف. القشطه بتاعه الصيف بتبقى مميميه كده، وما بتبقاش ايه مسكره زي بتاعه الشتاء. زي ما انتوا شايفين كده. معلش الفيديو هيبقى فيه تفاصيل كتير، بس يا ريت تتابع الفيديو للاخر عشان فيه تفاصيل كتير وتكات كتير، وهنعمل كل حاجه وهنملى بيتنا بالخير. لان لازما في الظروف اللي احنا فيها دي لازم نعمل كل حاجه بايدينا. مش عيب ان احنا نعمل كل حاجه بايدينا. بلاش مبدأ ايه شراط العبد ولا تربيته ده، لا، هنوفر كتير وهتحسبيها بالورقه والقلم وهتشوفي وفرتي قد ايه. هنا بقى معايا في طبقه كده بعد ما بتشيل القشطه بيبقى حوالي نص سنتي كده. الطبقه دي بتكون مزيج ما بين القشطه ومزيج ما بين اللبن الرايب. ده كده بتاخديها بتشيلها كده بطريقه خفيفه كده، وبعدين بتاكليها بقى بعيش ناشف كده، برغيف عيش ناشف كده. تبقى اللي هي حاجه مزيج ما بين القشطه واللبن الرايب، وبتبقى مسكره جدا. عايزه تسيبيها في الجبنه مفيش مشكله، بس هي الجبنه برضو هيبقى طعمها حلو طبعا، لان اللبن مضمون وطازه وحاجتك طازه ومعموله على ايدك بكل نظافه. هنا كده بعد ما شلت القشطه هجيب بقى مصفى معايا بالشكل ده كده، وهنزل فيها باللبن وهقلب فيهم، يعني معلقه صغيره كده او نص معلقه من الملح. وهسيبه لمده قد ايه؟ لمده 6 ساعات. يعني انا هسيبه في المصفى دي لمده 6 ساعات. لو عندك الحصيره بتاعت الجبنه بتاعت الفلاحين انزلي باللبن الرايب فيها على طول، مش لازم تعملي الخطوه دي، لان ده هنحطه لسه في حصيره تانية نعمل منه ايه، يعني اللي هي هنشوف مع بعض دلوقتي الخطوات كلها. هحط كده طبق علشان اكبس اللبن بتاعي، وبحيث ان هو ينزل الميه بتاعته بسرعه. يعني لازم تحطي تقل كده على المصفى، او تحطي في شاشه المتوفر. عن لو ما عندكيش مصفى ضيقه زي دي حطي في شاشه، بس انا عندي المصفى ضيقه زيها زي الشاشه فحطيت في المصفى على طول. تقدري تحطي في شاشه او كيس مخده قديم وتربطيه كده وتحطي عليه تقل برضه. هنا بقى اللبن اللي انا غليته كنت حطيته برضو في التلاجة لمدة يومين لحد ما اللبن التاني راب. يعني ده الحليب اللي انا غليته حطيته في التلاجة لمدة يومين لحد ما اللبن اللي انا رقدته راب. يعني الاتنين هشتغل فيهم بقى مع بعض، مش اقل من يومين الحليب عشان تاخدي منه كمية قشطة كبيرة. كل ما الحليب اللي هتغليه هتحطيه في التلاجة يقعد مدة اطول، كل ما هتاخدي كمية من القشطة اكتر. هنا بشيله بالشكل ده كده بكل سهوله، لان انت كده كده لما بتغلي الحليب استفادي. يعني انا مش لازم انا اعمل ال5 كيلو كلهم جبنه، لا، طب ما انا استفاد. هبتدي ايه، اخد الحليب بتاعي كده واعبيه في برطمانات ازاز، عشان ما كانش عندي ازايز ازاز، فهعبيه في برطمانات. لازم انا استفاد. انا هعمل كل المنتجات من ال5 كيلو حليب، فهملى برطمانين كده اللي هو بمقدار 2 كيلو. اخليهم عندي بقى يتشرب ويتعمل شاي بلبن، تعملي كيكه، تعملي اي حاجه، المهم هيكون عندك. لان انت كده كده لما بتغلي اللبن ولادك ما بيحبوش القشطه اللي عليه، فما بتستفيديش منها حاجه، يا اما بتحوشيها في الفريزر. فاحنا لما نغلي كميه انت تقدري تعملي كميتك كلها، مثلا تجيبي 10 كيلو، شوفي انت بتستخدمي قد ايه في الشهر، وتجيبي 10 كيلو تغليهم وتاخدي القشطه من على وشهم وتعبيهم بالشكل ده، او تحط وتعبيهم في اكياس في الفريزر، وتستخدمي مغلي على طول كده، وتاخدي القشطه تعملي منها ايه، زبده. هنا انا بوريكم القشطه. انا كده كانت القشطه معايا عملت معايا بالظبط 630 جرام بالظبط. الكيلو القشطه الفلاحي في قلب الفلاحين ب150 جنيه. هنعمل ايه؟ شوفي بقى 600 جرام يعملوا معاكي بتاع 90 جنيه تقريبا. هنا بقى جبت القشطه ونزلت بيها في الكبه. تقدري تستخدمي مضرب كهرباء، او تقدري تستخدمي الدرق بتاع الخلاط، بس اهم حاجه القشطه تدخليها كده ايه التلاجة لمده نص ساعه علشان تسقع معاكي، ولما تيجي تضربيها تيجي معاكي على طول. هتبتدي تعملي ايه، ضربات متقطعه. شايفين هنا بقت عامله معايا زي الكريم شانتيه. دي مرحله بتلاقيها كده لما تلف مع بعض كده بتلاقيها عملت معاكي ايه زي الكريم شانتيه بالظبط كده. بتبقى لسه يعني جمدت شويه بس لسه ما فصلتش. هتنزلي اللي في الجوانب كده، وهتبتدي بقى ايه تعملي ضربات متقطعه، مش على طول، يعني تضربي وتوقفي تضربي وتوقفي.
علشان تبتدي الزبدة تفصل معايا عن اللي هو اللي احنا بنقول عليه الضرب بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين ضربات متقطعة كده، بتضربي فيها حوالي 5-6 دقايق، هي ما بتاخدش وقت خالص. وتقدري كمان لو ما عندكيش كبة تعمليها بايدك، زي اكنك بتلفي كده بايدك كده، بتلفي كيكة ولا حاجة ولا كده، بس هي هتاخد معاكي وقت شوية لو عملتها بايدك. فطبعا او في الخلاط مش هتاخد معاكي وقت خالص، في شفشق الخلاط. اهم حاجة تضربي ضربات كده متقطعة عشان تبتدي تفصل معايا. هنا كده فصلت معايا خلاص اهي، خرزت كده ايه، وفصلت ال الضرب بتاعها زي ما انتوا شايفين. طبعا الضرب ده بصوا طعمه تحفة. ده بقى تستخدميه عجيني بيه قرص، هو احلى حاجة تعجيني بيه قرص، هيبقى تحفة جدا. او تستخدميه تعملي بيه كيكة بديل اللبن، ان كلها قشطة ولبن، اصلا هو عبارة عن قشطة ولبن، يعني تلاقيه طعمه كريمي كده. هبتدي بقى ايه اصفي كده. خلاص هنا بقى ايه، خلصنا مرحلة الماكينات والآلات. وهنا بقى ايه لازم تدخل ايه الايدي الناعمة. يا اما بقى هتكوريها يا اما هتكوريها كورة كده، كور يعني تعملوهم 3 كور كده ولا حاجة. يا اما هتعملها كورة كلها على بعضها، بس انا بحب اعملها كور صغيرة كده، بحيث ان انا لو شلتها في الفريزر اطلع كورة بكورة استخدمها. يا اما لو عندك حبة كمان في التلاجة شايلاهم في الفريزر ولا حاجة، اضربيهم واعملوهم معاهم زبدة، وخدوهم كلهم سيحيهم على النار واعملي سمنة. كده معاكي زبدة هي تكفيكي اسبوع. دول حوالي كانوا 370 جرام من الزبدة. الكيلو الزبدة ب 180 جنيه. يعني معانا عملنا 2 كيلو من الحليب، حطيناهم خلاص هنستخدمهم نشربهم. وده قولي 350 جرام من الزبدة، يعني يعني معايا 60 جنيه زبدة و2 كيلو لبن. ادي بس ال 100 جنيه اللي احنا اشترينا بهم اللبن، انا شاريه الكيلو ب 20 جنيه. هنيجي بقى نعمل ايه، نعمل الزبادي. معايا كمان كيلو من الزبادي، من الحليب اللي انا حشته من ال3 كيلو. هنا بقى معايا علبة زبادي، انا هعمله بطعم زبادي الشركات. لو عايزة بطعم زبادي اللي هو الفلاح اللي هو البلدي اللي من عند اللبان، تجيبي علبة من عند اللبان. بس انا علشان شايلة الوش بتاعه فهعمله زي بتاع الشركات بالظبط. هتجيبي معلقة صغيرة من السكر او تحطي معلقة من العسل النحل، ايا كان المتوفر عندك. حطي بقى معلقتين من اللبن البودر، وهبتدي بقى ايه احط كده نص كوبايه من الحليب كده، وهضربهم بالهاند بلندر، بحيث ان انا ايه يبقى مفيش اي تكتلات في الزبادي. انا عايزاه يبقى زي الكريمه بالظبط، يعني هضربهم لحد ما يوصلوا زي الكريمه بالظبط. ما تحطيش الزبادي على الحليب على طول وتقلبي، لا هيتكتل معاكي وهيبقى عامل زي مخرز كده. هنزل كمان بنص كوبايه من الحليب وهضربهم كويس علشان ايه يتضربوا معايا كمان كويس. كده بقى جاهز معايا. هبتدي بقى ايه اضيفهم على شايفين ما شاء الله عامل يعني تقيل شويه كده، عامل زي الكريمه السايله كده شويه. هبتدي بقى ايه اضيفهم على الكيلو الحليب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشركات، هو زبادي الشركات بيبقوا واخدين خير اللبن، يعني هم بيستفيدوا. شفتوا المكسب بتاعهم بقى بيبقى ازاي؟ بياخدوا اللبن يبستروه يغلوه، وياخدوا الحليب من عليه اللي هو القشطه من عليه، ياخدوا القشطه بقى يعملوها زبادي، يعملوها زبده، يعملوها كريمه، ويبيعوها لك بقد كده. وفي نفس الوقت يبيعوا لك برده الزبادي العلبه بقد كده. يعني كوبايه الزبادي دي اللي انا عملتهم، انا هيجي معايا 6 كوبايات. 6 كوبايات. الكوبايه من الكبيره دي بقى الحبه اللي كانوا فايضين في الاخر، اللي هو مقدار العلبه اللي انا كنت حاططها علبه الزبادي. شايفين الفرق في الحجم قد ايه؟ يعني شوفوا علبه الزبادي بكام، و ب3 جنيه ونص تقريبا، او ودي العلبه الكبيره اللي هي الكوبايه دي بمقدار العلبه الكبيره. العلبه الكبيره دي حوالي وصلت 6 و7 جنيه دلوقتي. يعني اضربي انت بس، هنقول ب6 جنيه، يبقى 6 علب 6 كوبايات زبادي ب36 جنيه لوحدهم. يبقى دي تالت حاجة معانا 136 جنيه. ده غير لسه الجبنة. شايفين هنا انا بحط رصتهم في قارب كده،
او صينيه المتوفر عندك، وحطيت معلقه من الخل علشان الصينيه، لان انا حطيت ميه سخنه. الميه السخنه دي مش مغليه، خلي بالك، ولا مغليه ولا ميه تكون دافيه، ميه سخنه اللي هي قبل مرحله الغليان بشويه كده، اللي هي تقدري لو حطيتي، لو نزلت على ايدك كده تستحمليها شويه. حطيت كده لحد ما وصلت لحد ربع الكوبايه كده من تحت، وحطيت الخل علشان الصينيه لونها ما يغيرش، يعني ما تطوصش كده ولونها يغمق. الخل هيحافظ ان السخونيه بتاعه الميه ما تطوستش القارب بتاعي. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هغطي، هجيب الاسترتش اللي هو البلاستيك راب ده، استرتش اللي هو الرول الاسترتش، وهجيب ايه، اغطي القارب بتاعي بالشكل ده كده. يعني تحكمي كده اكنك بتعملي حضانه للزبادي علشان يتفاعل كده الزبادي الخميره اللي انت حطيتيها تتفاعل معاه ويبقى معاكي ايه، زبادي اصلي اصلي. لو عندك مكنه الزبادي تقدري تحطي فيها، مفيش اي مشكله خالص. الطريقه دي بقى ايه، انا كده هولع الفرن لمده 5 دقايق على درجه حراره 180. يعني انا هشغل الفرن على 180 5 دقايق بس، 5 6 دقايق كده مش اكتر. هنا انا بقول لكم ان انا بغطي بصينيه نفس حجم بقارب نفس حجم القارب بالظبط، وحطيتهم في الفرن لمده 4 ساعات، ما تحركوهوش، ما تفتحيش عليه خالص. هنا بقى انا بقول لكم ان اللبن بعد ما رب مني، قصدي الجبنه بعد ما حطيتها كده ونزلت كل الشرش بتاعها، بقت بالشكل ده كده. تقدري تهرسيها كده وتحطيها في علبه بلاستيك، مثلا علبه مربعه او علبه مدوره ايا كان، وتحطيها وتسيبيها في التلاجة، وبعد كده تقلبيها وتقطعيها. بس انا عندي بقى ايه فكره حلوه كده عشان تبقى شكل الجبنه اللي احنا بنشتريها بالظبط. عندي اللي هو الكوستر اللي بنحط عليه الصواني السخنه او الحاجات السخنه اللي بنطلعها من الفرن لما تكون هتقدميها، عشان ايه الازاز مثلا بتاع ترابيزه السفره ولا حاجه ما يفرقعش. دي حلوه قوي لو استخدمتيها وتعمليها للجبنه. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما نزلت الشرش بتاعها كله حجمها قل، فهبتدي بقى الفها رول كده واضغط، بحيث ان انا ايه اكبسها كده في الحصيره دي. طبعا دي بديله الحصيره بتاعت اللي هي الفلاحين يعني. ان شاء الله هبقى اعملها لكم مره، واجيب حصيره، وانا لما اسافر البلد هجيب حصيره واعمل لكم الجبنه فيها. زي ما انتوا شايفين كده بقت بالشكل ده كده، وهلفها وهدخلها التلاجة لمده ساعتين. يعني انا هدخلها معايا التلاجة كده، ممكن تسيبيها تبات، او بعد ساعتين لو مش مستعجله عليها مفيش اي مشكله، لفيها كده وقت ما تكوني بقى تستخدميها استخدميها، بس مش اقل من ساعتين كده، على ما ايه تبتدي العلامات تعلم في الجبنه كده. ولو فيها برضو بقيت ميه او بقيت شرش هتنزلها معاكي. يعني هي برضو كده انا هتنزل معايا برضو شويه كده من الشرش، لان ضغطتها، شايفين الميه اللي نزلت منها كام نقطه كده، وكمان الحصيره كلها ميه. بس اهم حاجه لو انت شاريه الحصيره دي تغسليها كويس بميه سخنه قبل ما تستخدميها. زي ما انتوا شايفين كده معايا شبه الجبنه اللي انت بتشتريها بالظبط كده شكلها بعد ساعتين. هنبتدي بقى نقطعها بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله اهي، جبنه دي ولا مش جبنه؟ جبنه قريش جايه من حصيره الفلاحين ولا لا؟ لازم كل حاجه نعملها في البيت علشان هي مش مكلفه. الجبنه دي لما انا وزنتها طلعت معايا نص كيلو، النص كيلو ب 30 جنيه، الكيلو الجبنه القريش وصل 60 جنيه. يبقى انا كان معايا 100 جنيه زبده ولبن حليب، وهنقول 36 جنيه زبادي، يبقى 136 و30 يبقى 166 جنيه. ده غير بقى الشرش وغير الشرش بتاع اللبن والضرب. ده الزبادي بعد 4 ساعات. على فكرة انا كده لسه ما دخلتوش التلاجة، يعني انت المفروض ما تستخدموهوش غير لما تدخليه التلاجة، هو كده لسه دافي شوية كمان. تدخليه التلاجة لمدة ساعتين، يعني لازم تدخليه التلاجة بعد ما تشيليه كده من المية دي، تدخليه التلاجة لمدة ساعتين، وكده يبقى معاكي احلى زبادي وكده يعني. بجد يا ريت تجربوا، وهتوفروا كتير كتير كتير. وطبعا الحاجة انضف من بره بكتير، يعني الحاجة معانا كده انضف من بره. هنا انا بوريلكم، بقول لكم ان انا رصيته في صينيه كده وهدخله التلاجة لمده ساعتين.
يطلع معاكي بقى احلى زبادي. وشايفين مالنا بيتنا بالخير. طبق القشطه معايا، طبق القشطه باللبن الرايب، ومعايا ادي الحليب، معايا 2 كيلو حليب، معايا 300 قولي 370 جرام من الزبده، معايا 6 كوبايات من الزبادي وكوبايات من الكبيره، العلبه بستة 7 جنيه، ومعايا نص كيلو من الجبنه. تقدري تعملي المقدار كله جبنه، تقدري تعمليه كله حليب، وتاخدي الوش برضو تعمليه قشطه اللي يريحك. وده طبق الكريمه باللبن الرايب اللي قلت لكم عليه. حاجه كده وهم جميله جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منكم وقدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه. واشوفكم على خير في فيديوهات جديده. ويا رب بيوتكم دايما عمرانه بالخير والسعاده والهنا. وربنا يرحمنا يا رب من غلا الاسعار. واحسن حاجه في الموضوع ان احنا رجعنا نعمل كل حاجه بايدينا وعلى ايدينا وبنظافه. وبتبقي فرحانه جدا لما بتعملي الحاجه بايدك كده، بتبقى حاجه جميله بصراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.